لو حسيت برفرفة في قلبك وخُفت وجريت تفتح جوجل تدوّر فيه إيه، الفيديو ده ليك. كل واحد مننا حَس في أي وقت من الأوقات بنَطّة أو بضربة في صدره، هو مش عارف سببها، وطبيعي بنقلق ودماغنا تروح لأوحش سيناريو. فتعالوا نشوف كده إيه اللي ممكن يكون بيحصل. يعني مثلًا لو جالك الإحساس بتاع نَطّة قلبك دوّة، الخفقان بتاع القلب وأنت شارب كوباية قهوة، شارب سيجارة، مش نايم كويس، قلقان، متوتر، عندك امتحان، غالبًا دي حاجة طبيعية، ردة فعل طبيعية من الجسم لثواني معدودة وبتروح لحالها وخلاص. بس لو جالك النَطّة بتاعة صدرك دي ومعاها حاجة من اللي هاقولهم دول، زي وجع في صدرك، تُقل شديد، ضيق في النَفَس وأنت أصلًا قاعد ما بتعملش مجهود، دوخة، حاسس إنك هتُقع أو وقعت أو فضلت مكمّلة معاك دقايق ما بتروحش، لأ، هنا محتاجين نقف نشوف في إيه. وأنا كل يوم في المستشفى بنشوف الناحيتين، بنشوف شباب جاية خايفة وهتموت من الرعب على رفرفة في قلبها والموضوع طبيعي وما فيهوش حاجة بتقعد ثواني وبتروح، وعلى الناحية التانية ناس بتستهين بالموضوع ييجي لها الإحساس وتُقع يُغمى عليها ويطلع في فعلًا مشكلة وكان المفروض تتطمن من بدري. فإن قلبك ينُط ده طبيعي، إن قلبك ينُط وأنت تُقع، لأ ده كلام تاني خالص بقى. فاعمل save للفيديو وابعته لأي حد دماغه مسوّحاه وبيحس بأي حاجة يروح يجري يعمل تحاليل هو ممكن مش محتاجها، وبيسمع كلام جوجل في الآخر. يالّا سلام.